اللي ما جربش الاختراع ده يبقى فايته كتير قوي. نبدأ كده على طول ونشوف الجمال ده عملناه ازاي. بس يا ريت قبل ما نبدأ ننزل في الكومنتات نصلي على الرسول، اكسب اجر انا وانتم. اول حاجة معايا بلح سماني. البلح السماني غسلته ونضفته كويس جدا، وهبدأ اقشره سواء بقى بالمقشرة او بالسكينة على حسب المتوفر عندك، مفيش اي مشكلة خالص. المهم ان انت تقشري البلح زي ما انت شايفة كده معايا. قشرت الكمية بتاعتي كلها، وده كده شكلها. طبعا اي كمية انت عايزاها براحتك خالص. وبعد كده هجيب الميزان بتاعي وابدأ اوزن البلح. لازم اشوف البلح ده معياره قد ايه. هنا معايا قد معيار البلح بضيف ميه. طب لو انا ما عنديش ميزان مفيش اي مشكله خالص، كميه الميه يا دوب تغطي البلح. وبكده خلاص يكون ده المعيار المظبوط. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنبدا نرفع الحله دي على النار. اول ما تبدا معانا في الغليان بالشكل ده، هنبدا بقى نغطي الحله. هنسيبها بالظبط 10 دقايق، وبعد 10 دقايق ده بيكون شكلها الميه كده بتتحول للون الوردي. هنعمل ايه بقى في المرحله دي؟ هنبدا نجهز دلوقتي مصفى وتحتيها طبق، ونبدا نصفي ايه البلح من الميه دي. طب الميه دي هنرميها؟ لا طبعا، دي اللي هنسوي فيها البلح بتاعنا. فهنبدا دلوقتي بس ايه نركنها على جنب، نحطها في حله ونركنها على جنب. هنجيب بقى البلح بتاعنا بعد ما صفيته، استنيته بس لما برد كده 5 دقايق. وهجيب اي عود شيش طاووق عندي وابدا افرغ ايه النوى منه بالشكل ده. اضغط على البلحه من فوق، النوايا هتطلع معايا بكل سهوله. كده خلاص انا فرغت البلح من النوى كويس قوي. هبدا بقى دلوقتي اوزن البلح بتاعي عشان اعاير كميه السكر. كميه البلح هنا معايا كيلو من البلح. هضيف عليها بالظبط كيلو الا ربع من السكر، و6 حبات من القرنفل، وعود من القرفه. وهعصر دلوقتي عليهم عصير ليمونه كامله. بالنسبه للمنكهات اللي انا ضفتها، لو حد ما بيحبش القرفه يستغنى عنها، ما بتحبيش القرنفل استغنى عنه، مفيش اي مشكله خالص. دي بقى حاجه ترجع لكم زي ما تحبوا. بعد ما نعصر الليمون هنرفع الحله بتاعتنا دي على النار عشان السكر يبدا يدوب معانا، ونبدا نحضر بقى في البلح. البلح ممكن احشيه بالمكسرات او اسيبه زي ما هو. انا هحشيه النهارده باللوز، وبغطي اللوز بالميه السخنه عشان اقدر اقشره بكل سهوله. 5 دقايق بالظبط ويتقشر معاكي سهل جدا. طب لو انا مش عايزه احشيه باللوز، تقدري تحشيه بالفول السوداني. انا عن نفسي لو عندي فول سوداني كنت والله حشيت بالفول السوداني، بحبه جدا جدا، بس ده اللي كان متوفر عندي وكنت بصور الفيديو ده بالليل. فهبدا احشي باللوز معايا بالشكل ده. انا بقول لكم يعني على الفول السوداني، عشان طبعا لو محدش يقدر يشتري رز تقدري تشتري فول سوداني عادي جدا. ولو مش عايزه مكسرات خالص ويبقى ساده، طبعا تقدري تعمليها من غير حشوه. تحطي البلح زي ما هو كده على الميه بسكر بعد ما تغلي معاكي على النار، نفس الخطوات بالظبط. فانا احشي كده اللوز بيتحشي معاكي سهل قوي زي ما انت شايفه كده. وكميه اللوز اللي اتبقت معايا دي انا هضيفها طبعا ايه على المربى بتاعتي. هنبدا نعمل ايه بقى دلوقتي؟ كده خلاص الميه بدات تغلي والسكر داب معايا تماما. هبدا بقى اجيب البلح بعد ما حشيته، وهبدا اضيفه دلوقتي كده على ايه على الميه بسكر دي. وهنبدا نضيف دلوقتي البلح بعد ما حشيته بالشكل ده. وطبعا النار هتلاحظوا هنا ان هي نار عاليه. نركز بقى في التسويه لانها مهمه جدا. ضفت اللوز الاول كده اللي اتبقى معايا بالشكل ده، وطبعا زي ما انتم شايفين كده النار عاليه. بتخلص من الريم الاول، اي ريم بيطلع معايا على الوش لازم اتخلص منه، لان ده اللي بيفسد المربى معانا. فنخلي بالنا قوي من النقطه دي، اي ريم ابيض يطلع لازم تتخلصي منه. زي ما قلت لكم النار عاليه اول ما يغلي بس، لكن بعد كده بهدي النار زي ما انتم شايفين كده. وده كده شكل البلح بعد ما عدى عليه ساعه بالظبط. هتلاحظوا ان لونه غير للون البرتقاني، لسه ما وصلش للون اللي شفتوه معايا في البدايه، لانه لسه هياخد معانا ساعه كمان. وده كده شكله بعد ما عدى عليه بالظبط ساعتين. نقطة مهمة جدا جدا يا جماعة، النار ما تبقاش عالية ولا حتى متوسطة، النار تبقى هادية. ليه؟ هيفور ويتكب ويبهدل معاكي الدنيا. وكمان نقطة مهمة قوي قوي، مش بنغطي الحلة. اوعى تغطي الحلة، لو غطيتي الحلة هيفور منك على البوتاجاز والدنيا هتتبهدل معاكي. دي خطوات مهمة قوي قوي يا جماعة، هي بسيطة بس هتفرق جدا معاكي. انا لازم انوه على كل النقط دي، لان ممكن تغطي الحلة وتسيبيه هتيجي تلاقي الدنيا خربت على البوتاجاز. طبعا بنحطه في برطمان، لازم يكون البرطمان ده معقم وجاف، بتعقميه في ميه مغليه. تمام. وبعد كده بنحطه في فرن البوتاجاز يكون سخن من قبلها وطافيينه عشان ينشف معانا تمام. ونبدا بقى نعبي البرطمانات بتاعتنا. شايفين الجمال؟ الله اكبر. دي مش مربى بلح يا جماعه، دي بارون جلاسيه خطيره بجد، لازم تجربوها. اللي ما جربش المربى دي فايته كتير. اتمنى تجربوها وتشيروا الفيديو ده.